السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنقترح لكم فيه وصفه ديال ميني بسيطلات مالحين كيجيو لذاذ بزاف بحشوه اكثر من رائعه. كنتمنى ان الوصفه والفيديو ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا بالقناه وبقوا معايا باش تعرفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. على بركه الله. اول حاجه في اناء عندي الكميه ديال الحوت الابيض اللي غادي نستعمل. تقريبا انا هنا واحد الكيلو. استخدمت الحوت النوع ديال المستل، ولا اي حوت بيض نتوما عندكم، مستل، ميرنا، الفرخ، اي حوت بيض نتوما كتفضلوه. غادي نوجد واحد الشرموله عندي فيها الثومه، الربيع، الحامض، و نص كاس مخلط ما بين الزيت الزيتون والزيت النباتيه. كميه شرموله والكميه كتبقى على حسب نتوما واش شحال الكونتيتي اللي غادي ديروا ديال الحوت وديال الدجاج. غتشوفوا من بعد ضفت لها شويه ديال المليحه وشويه البزار فقط، وهكا كتكون الشرموله ديالنا واجده. هاد الشرموله غادي نشرمل بها الحوت والدجاج، حيت غادي هاد البسطيلات غيكونوا مخلطين. غندير فيهم الحوت الابيض مع الصدر ديال الدجاج. كما قلت لكم انا هنا تقريبا على كيلو ديال استخدمت المستيل، وممكن نتوما تستخدموا اي نوع ديال الحوت الابيض عندكم. كنضيف النصف ديال ديك الشرموله، وغادي نخلط داك الحوت ديالي مزيان مع ديك الشرموله ونخليه على جنب. وغندوز باش نشرمل كذلك صدر ديال الدجاج. عندي تقريبا تما واحد 750 غرام مقطعه مكعبات. كنضيف لها البقيه ديال الشرموله وحتى هي كنخلطها وكنخليها على جنب. بالنسبه للحوت فكنديرو في واحد الطاوه اللي غتدخل الفران، نفرش عليه ورق الطهي، درجه الحراره 200، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت في الرف الوسطاني حتى كيطيب. ولا كان فران ديال الغاز فشعلوا عليه غير من التحت، والعافيه تكون متوسطه في الفرن ديال الغاز. صافي. ممكن تشعلوا عليه حتى من الفوق باش يتحمر فاش يسالي الطياب ديالو. الا بغيتو يتحمر شويه ماشي ضروري. فاش كيطيب كنخليه حتى كيبرد واحد شويه، ومن بعد كنقشرو من ديك الجلده ديالو ومن داك الشوك اللي فيه، وكنقطعو قطع صغيره ونخليه على جنب. في مقله فيها شويه ديال الزيت وسخون من قبل كنضيف هذيك الكميه اللي شرملت ديال الصدر ديال الدجاج وكنشحرها مزيان حتى كطيب. بالنسبه كما قلت لكم الحوت فرن ديال الغاز يكون العافيه متوسطه، كتشعلوا عليه غير من التحت حتى كيطيب. فاش كيسالي الطياب بغيتو تحمروا شويه من الفوق فكتنزلوا لتحت والعافيه تكون فوق منه، اولا كتشعلوا عليه من الفوق غير باش ياخذ شويه اللون وصافي. هنا بعد ما تشحر ليا الدجاج فكنحيدو من المقله، وفي نفس المقله كنزيد واحد الكميه اخرى ديال الزيت وكندير المكور مقطع قطع صغار وخزو محكوك. الكميه الخضار كتبقى على حسب نتوما وشحال بغيتو ديروا، يعني كتبقى اختياريه. صافي هنا درتهم بجوج في دقه حيت هما كياخذوا شويه طياب. كنخليهم حتى كينزلوا مزيان، عاد كنبدا كنحرك فيهم. هما كيبيو دخلهم الطياب باش ما يبقاوش قاصحين، خصوصا المكور كيبقى شاد في راسو. صافي هنا بعد ما تشحروا فغادي نضيف لهم الفلفله خضراء، ممكن ديروا اكيد الالوان اللي عندكم. غادي نحركها معاهم وغادي نضيف لهم قطع من الفطر مقطع. الفطر انا عندي هنا الفطر طري، ممكن ديروا الفطر المعلب اللي كان متوفر عندكم، ولا بغيتو كاع تستغناو عليه ماشي مشكل، غير هو كيعطي واحد اللذه لذيذه بزاف لهاد الوصفه هذه. من بعد كذلك غادي نضيف الثوم محكوك. عندي هنا تقريبا 2 فصوص كبار حتى 3 ديال الثوم محكوك، كيبقى على حسب نتوما كما قلت لكم الكونتيتي الخضره اللي دايرين. صافي غنحركو كلشي، وهنايا غادي نبدا نضيف في التوابل. غادي نضيف شويه الملحه، شويه ديال البزار، سكينجبير، كذلك غنضيف الكمون وشويه ديال العطريه ديال السمك، يعني واحد تقريبا معلقه صغيره ديال العطريه ديال السمك. كتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، ماشي ضروريه، ما عندكمش استغناو عليها. هنا سكينجبير تقريبا درت معلقه صغيره، والبزار نصف معلقه، والكمون حتى هو معلقه صغيره ما عمرش. صافي غادي نعاود نخلط كاع داكشي اللي عندي، وغادي نضيف لهم كذلك شويه ديال صوص ديال الصوجه. صوص هذه اللي ضفت في الاخر دابا، هي العطريه ديال السمك كيكون لونها احمر. صوص الصوجه من الافضل انكم تضيفوا الثقيله. ديما بتاخذوا صوص الصوجه خذوا الثقيله احسن من اللي كتكون خفيفه، كيكون فيها المذاق ألذ، وحتى القوام ديالها كيكون احسن من هذيك اللي خفيفه، وكيكون فيها الطعم مركز اكثر.
غادي نضيف تقريبا واحد 3 حتى ل 4 المعالق صغار على حسب كما قلت لكم الكميه اللي درتو. وهنايا ما تكونوش كثرتو الملحه بزاف لانه صوص الصوجه كتكون ديجا مالحه باش ما يجيناش داكشي مالح بزاف. هنا غنضيف كذلك 2 مكعبات ديال الشعريه ديال الارز اولا الشعريه الصينيه. كنكون خديتهم غليت الماء تغلى مزيان وكنلوح فيه 2 مكعبات. كنخليهم تقريبا واحد 5 حتى 7 ديال الدقائق. من بعد كنصفيها من داك الماء سخون وكنقطعها بالمقص. وهنايا ضفتها على داك الخليط ديال الخضر ديالي كنحركها معاهم مزيان باش تشرب ديك العطريه اللي في الخضر. صافي من بعد كنضيف الكميه اللي كنت شحرت ديال الدجاج وهذاك الحوت اللي نقيته من الجلده ديالو وحيت له الشوك حتى هو كنضيفو على الخليط ديالي اللي في المقله. وكنحرك كلشي مع بعضياته باش كيتجانسوا وكتكون هذه الحشوه ديالي واجده. ممكن تضيفوا في الاخر واحد شويه ديال الزيت الزيتون غير باش تعطي نكهه ألذ وكتجي هذه الحشوه لذيذه بزاف ما تشبعوش منها. وهنايا كنخليها تبرد تماما عاد كندوز كنبدا نعمر الميني بسيطلات. انا ديجا كنت بديت كنعمر. الطريقه ديال التعمار سهله بزاف. كتاخذوا الورقه ديال البسطيله ديالكم كتكون مدوره كبيره كتنيوها على جوج وكتقطعوها من النصف. من بعد كتاخذوا كل نصف كتحلوه وكتبداو كتقطعوا عاوتاني من النص يعني بحال كتقطعوا كل ورقه البسطيله مدوره كتقطعوها على 4. كل دائره تقطعوها على 4 وهنا كتبداو كتحلوهم يعني باش يكونوا واجدين حداكم. وكنكون موجده هنا عندي انا اطار درت من تحت منه طبسيل. ممكن ديروا شي طبسيل غارق اولا الغطايه ديال شي قرعه تكون غارقه. اي حاجه عندكم غارقه شويه ممكن تستعنوا بها باش كيجيوكم دوك البسيطلات مقادين في الشكل ديالهم. انا كناخذوا واحد المثلث كما كتشوفوا كيفاش كنحطوا وكتكون الجهه الحرشه هي اللي كتشوف فيكم والجهه رطبه من التحت. كنبدا كنتني وكنلصق بواحد الخليط فيه دقيق ديال الفورص مع الماء. كنلصق حتى كنسالي. من بعد كنهز واحد المثلث اخر الجهه الحرشه ديما الفوق والجهه الرطبه لتحت وكنحطوا فيه الورقه ديالنا بهذا الشكل وكنعاودو كنسدو. غنخليكم هنايا مع الطريقه. بالنسبه للطياب ديالهم انا كنفضل نديرهم في اللاطا. كندخلهم الفران ديال الضو درجه الحراره 200 حتى 220. كنشعل عليهم الفوق والتحت دقه واحده وكنحطهم في اول رف من التحت ماشي يعني الرف اللي فيه اللي لاصق ليه دوك العواد ديال الضو لا اول رف كتخشى فيه الطاوه من التحت. بالنسبه للفرن ديال الغاز فالعافيه تكون متوسطه ما بين متوسطه ومرتفعه ما بيناتهم. ما تكونش عاوتاني متوسطه بحال العافيه ميته وما تكونش مرتفعه بزاف باش الورقه ما تحرقش لكم وتبقى ما طيباش من الداخل. كنشعل عليها غير من التحت حتى كطيب من التحت وديك الساعات ممكن تشعلوا عليها من الفوق باش تحمر من الفوق اولا ديروها لتحت والعافيه تكون فوق منها باش تحمر لكم من الفوق. يعني كنتمنى انني نكون شرحت مزيان. والفران يعني يستحسن انه يكون سخون من قبل. انا صراحه ما كنتقبهاش حيت يعني الورقه ما كتطرطقش معايا الا كنتو مستخدمين نوعيه الورقه مزيان. وحاجه اخرى الا كانت الورقه ناشفه ف قبل ما تستعملوها يعني قبل ما تعمروها دهنوها بشويه ديال الزيت النباتيه. انا الورقه اللي كناخذ كتكون نوعيه مزيانه كتكون هي ديجا مدهونه مزيان من عند السيد يعني من كناخذها فما كنحتاج انني نعاود انني ندهنها. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي بهذا الشكل هكا. ومن بعد كنستفهم في اللاطا وكندهنهم بشويه ديال الزيت النباتيه كتكون مخلطه مع شويه ديال التحميره. انا ممكن كذلك تضيفوا لهم الحار الا بغيتوهم يجيوكم حارين. انا صراحه يعني كنخلي حتى الاخر اللي بغى يضيف الحار ديك الساعه فاش كيطيبوا يضيفوا. الطريقه ديال السدان هذه سهله جدا وعمليه ودغيا كتساليو الكميه كامله اللي عندكم ما كتاخذ لكمش الوقت كثير بزاف. وديما كما قلت لكم الجهه الحرشه هي تكون كتشوف فيكم والجهه رطبه لتحت. هنا صافي داك شويه اللي كيشيط كنعاود نتنيه من التحت وهكا كيكون الشكل ديالهم. غنستمر حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي
ومن بعد كما قلت لكم غنستفهم. هنا درت معكم شحال من وحده يعني باش نتاكد بان الطريقه باينه مزيان. هانتوما راه ساهله، وداك الخليط ديال دقيقه الفورس مع الماء يكون شويه ثقيل، ما يكونش خفيف باش يلصق معكم وما يبداش كيسيل لكم في البسيطله ديالكم كامله. وكما قلت لكم كندهنوهم بخليط ديال الزيت النباتيه مع التحميره باش كيعطيهم داك كيعاونهم ياخذوا داك اللون مذهب. صافي فاش كنستفهم كندخلهم، فاش كنقرب نخرجهم كندير فوقهم كنيع ديال التزيين شويه ديال الموتزاريلا. وفاش كذوب ديك الموتزاريلا مباشره كنخرجهم وكندردر عليهم شويه ديال الزعتر كنوع من انواع التزيين. يعني التزيين راه كيبقى اختياري، ممكن ديروا فوقهم طرونشات ديال الحامض، شويه الربيع اللي عندكم. هنا كما كتشوفوا قلت لكم داك الزيت خلطو مزيان مع الطحنيره ودهنو مزيان من الجوانب كامله باش كيعاونهم انهم ياخذوا اللوين مذهب. صافي وكما قلت لكم انا ما كنتقبهمش فحال كانت الورقه مولفه كطرطق معكم، فمن الافضل انكم تقبوهم بواحد الكوردون ودخلوهم يطيبوا. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه كتجي لذيذه بزاف ما غتندموش عليها نهائيا. ولا عجبكم الوصفه الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا بالقناه، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.